حضرات السادة المشاهدين، لا أهلا ولا سهلا، فما لي أن أرحب بكم ولا لكم أن ترحبون بي، فلا صباحا خير ولا اليوم بيوم مشرق لنتمناه مسعدا. ده الدوري المصري، وده اللي حصل في ماتش الزمالك والبنك الأهلي. تعال أقول لك بقى إيه اللي حصل وإيه اللي دار، عشان كم المشاكل اللي حصلت دي ده كان الشخص السبب عليها. هو مين؟ هو ده عبد الباسط. هتقول لي أحمد محمد، أنا معرفش. عبد الباسط اللي طلع علينا هو اسمه إبراهيم فايق. إبراهيم فايق الإعلامي اللي طبعا يعني معروف انتمائه، هو أهلاوي. ده من 2009 بسبب خناقة كانت في مدرجات طبعا مع جمهور الزمالك، وكانت المشادة والشتايم. ما علينا، كل واحد غير انتمائه ما اعتقدش. لكن تعال نشوف اللي حصل. اللي حصل يا باشا هنا ان كابتن عبد الباسط طلع من يومين مع ابراهيم فايق وقال لك انا معي تسجيل الصوت الماتش الزمالك والبنك الاهلي. طب اللي حصل في البنك الاهلي والزمالك، كان في ماتش يوم الجمعة اللي فات، كان حكمها محمد عادل. تمام. محمد عادل حسب 3 ضربات جزاء منهم 2 على الزمالك، 2 على الزمالك، واحدة للزمالك. تمام. الأولى بتاعت البنك الأهلي كانت صح 100%. التانية لاعب البنك الأهلي دايس على دماغ عواد، هنا الحكم حسبها ضربة جزاء. ما أعتقدش إنه رجع للفار، لأنه حسبها من دماغه. يعني هو حسبها من دماغه. الراجل هنا ما حسبش ضربة جزاء كده، لا ده حسبها من دماغه. بس لو هنرجع للقطة، لا ده محمد عادل كان فارق كتير أوي، أكتر من 40 متر. هو بعيد عن الكورة 40 متر. طب تمام، هنقول حاجة إيه هي بقى؟ فاهم؟ هنا محمد عادل في ضربة جزاء الزمالك ده في آخر دقايق، عبد الله السعيد جابها، لكن الكورة ارتدت من إيد، اتردت في الأرض وجيت في إيد سيد النمور. راح هنا محمد عادل راح للفار، وده الحكم بتاع الفار ميدو سلامة، وده محمد عادل حكم اللقاء، عليهم دايرتين اهم. تمام. حسبها ضربة جزاء. هسمعك التسجيل الصوتي دلوقتي. يا حبيبي واحدة وصلت ماشي 3 فاهم. امشي اهي اللي حصل لنفس اليد. امشي حصل الفاول بعدها. ارجع امشي. ماشي هات السرعة العادية. يا راجل ده الكرة مرتبطة اللي بعد ما ضربت البيت. ثانية تاني هجيب له الكلوز. هات الكلوز. خد الكلوز ده كمان اهو. طب خد دي اهي. ده كان التسجيل الصوتي للحكام. تمام. بقى نخش في التفاصيل. هو ليه محمد عادل هيقول الله يخرب بيت خد الكورة؟ طب ما هو هيحسبها ليه؟ هتقول لي انت طبعا انا شرفت محمد عادل ده زملكاوي ولا اهلاوي؟ ما كل واحد عنده ليه انتماء. ما فيش حد اتولد مثلا بيشجع الترسانة، ما حد بيشجع الترسانة ولا حد بيشجع القناة. تمام. لكن خلينا مقتنعين ان ما كانش في ضربة جزاء للزمالك. تمام. هنرجع للشق التاني، هو مين؟ احمد شوبير اللي من ساعة ما راح قناة الاهلي، اعتقد لو راح الكلام غلط في قناة الزمالك. ليه؟ ده بيقول اخبار الزمالك اكتر من قناة الاهلي، اكتر من اخبار الاهلي. تمام. نروح نشوف هو قال ايه. قال لك احنا مالناش دعوه بضربات الجزاء بتاعت الماتش ده كلها غير بضربة الجزاء بتاعت الزمالك. يا جدع ليه طيب؟ طب ما خليك في ضربة الجزاء كلها. يعني انت لو قلت ضربة الجزاء بتاعت البنك الاهلي التانية ما فيهاش في ضربة جزاء، يبقى حرام يا كابتن. ده كان جول اوف سايد. ما اتكلمش على هدف بتروجيت التاني، هدف بتروجيت اللي اتلغى في ماتش بيراميدز. هو
كابتن شوبير، كابتن شوبير الإعلامي المحايد في سابقا في قناة أون تايم المطرود. كابتن شوبير، حضرتك ليه ما بتتكلمش عن حالة الأهلي مثلا؟ يعني الأهلي كان في جون للأهلي خامس. ملناش دعوة، هنا كل واحد في حاله. شوبير تحلى به إنك تكون راجل إعلامي محايد شوية. سلام عليكم.